عايز اقول لحضرتك خروج اسلام عوض النهارده خرج بره التشكيل الاساسي والاحتياطي، فخرج غاضبا. يمكن كان على وشه علامات الضيق والنرفزه، وكان عايز يطلع غادر بره الاستاد، بس مع حد من الاداريين طلع وراه. ربما يحضر تاني، لكن هو خرج غاضبا. ويمكن هو طالع كده قال لي ايه؟ قال لي خلاص انا كده بفنش، يعني كده انا ماشي، وهو بيبتسم ابتسامه صوفيه. يعني ايه انا كده بفنش؟ فهمني معلش تاني. يعني كده هو عايز يمشي من نادي الزمالك. يعني بيتكلم معاك انت، يعني بيقول لك انا يعني كده عايز امشي. انا كده بفنش، مش في دماغي. نعم. عايز اقول لحضرتك برضو ان في مشكله ثانيه، ان كانت الاعلانات المضيئه حوالين الملعب كلها كانت بيتم الاستعداد ليها، والشاشات المضيئه والاعلانات خلف المرمى. مره واحده تم اطفاء كل الاعلانات المضيئه، اللوحات المضيئه، وكذلك ورا المرميين ابتدوا يعني يحطوها على الارض كلها. فسالت مدير الاستاد، فقال لي ان في مشكله مع الشركه الراعيه، انهم ما بعتوش جواب هنا للاستاد الكليه الحربيه ان الاعلانات دي هتتبعت. يعني كالمعتاد المفروض ان الشركه بتبعت جواب، وبناء عليه بيتم بس الاعلانات حوالين الملعب، لكن الجواب ده لغايه دلوقتي ما جاش. وممكن تتحل المشكله، لكن هو دلوقتي فعلا كل الاعلانات اللي ورا المرميين خلاص نزلت ارضا، والشاشات المضيئه اللي بيبقى عليها الاعلانات